ركبت كاميرا مخفية في البيت علشان أشوف اللي بيحصل من ورايا وأنا مش موجود، ولقيت مراتي بتعمل أبشع حاجة ممكن تتخيلوه مع أعز وأقرب حد ليا. اسمعوا مشكلتي للنهاية وشوفوا أطلقها ولا أعمل معاها إيه. وقبل ما نبدأ مشكلة النهاردة نصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات ونبدأ نشوف المشكلة. وصاحب مشكلة النهاردة بيقول: أنا شاب عندي 35 سنة، وحكايتي بدأت وأنا عندي 10 سنين لما أبويا توفى، وكان عندي أخ تاني عنده 8 سنين. أمي كان وقتها في عز شبابها وكان بيتقدم لها عرسان كتير، وأهلها كانوا دايما بيضغطوا عليها عشان تتجوز، لكن أمي كانت دايما رافضة، وقالت لهم: أنا هعيش عشان أربي أولادي وبس، مش هدخل عليهم راجل غريب ولا تعب نفسيتهم. استحملت وشقيت عشاننا واستحملت كمان، وكانت طول الوقت مهتمية بينا وعايشة حياتها لينا احنا وبس. كبرنا والحمد لله ودخلنا كليات القمة، وكنا متفوقين جدا، وحاولنا ان احنا طول الوقت ان احنا لازم نعوض امي عن اللي هي عملته عشاننا واللي هي شافته في حياتها. ولما خلصنا دراستنا انا الحمد لله ربنا كرمني واشتغلت في وظيفة كبيرة، لكن اخويا سافر برا عشان يكمل تعليمه عشان كمان يشتغل برا. وطبعا انا كنت طول الوقت بسعى عشان اكون نفسي واعمل شقتي بنفسي. بدأت أمي صحيا تتدهور عشان هي تعبت عشاننا كتير جدا، وفي الوقت ده جالها الضغط والسكر وطلع الضغط عالي عليها جدا. وكنت طول الوقت ان انا احاول اعالجها واشوف لها احسن دكاترة، بس ما كانش بيبقى فيه امل، ودايما كان السكر بيعلى عليها وكانت اعصابها بتبوظ اكتر، وما كانش فيه امل انها تتعالج من او موضوع الاعصاب ده. وكانت دايما قاعدة على الكرسي طول الوقت، والنطق عندها بقى تقيل، ما كانتش تعرف تحرك ايديها ولا رجليها. انا في الوقت ده فكرت ان اتجوز وافرحها، وعشان كمان مراتي تهتم بيها وانا مش موجود. وفعلا بدأت ادور على عروسة، بس كان نفسي اتجوز واحدة جميلة، وفعلا شفت واحدة عجبتني ورحت خطبتها. بس كان في دايما حاجة فيها بتشغل بالي، كانت متدلعة جدا، بس كان عاجبني انها واحدة جميلة وراقية جدا. قلت مش مشكلة لما اتجوزها هعودها على طبعي وعلى اسلوبي. وفعلا اتجوزت في الدور اللي فوق امي، وكنت زعلان جدا جدا وانا سايب ماما في الدور اللي تحت. كنت طبعا طول الوقت بهتم بيها وانا مش موجود، بخلي مراتي تنزل تقعد معاها وتعمل لها اللي هي عايزاه، بس كانت دايما بتبقى متضررة وكانت بتبقى متضايقة. وفي الوقت ده فكرت ان انا اريح امي عن كده شوية واهتم بيها، لان المرض بدأ يزيد عليها جدا جدا، وما بقتش تتحرك نهائي ومحتاجة حد يساعدها يدخلها التواليت. وطبعا مراتي متدلعة جدا ما تعرفش تعمل الحاجات دي. وفي الوقت ده قررت ان انا اشوف واحدة تقعد مع امي طول الوقت وتخدمها، وبالفعل جبت واحدة كانت مقيمة مع امي على طول الوقت تحت. بس كانت مراتي معترضة لان مرتبها كان كبير، وقالت لي دي مرتبها كبير وهتأثر علينا في مصاريف البيت. في الوقت ده قلت لها خلاص نوفر المرتب بتاع الست دي وامي تطلع تقعد معانا فوق. في الوقت ده طبعا كانت معترضة وقالت لي لأ، محدش يقعد معايا في شقتي، لأ مش عايزة حد يقيد حريتي. قلت لها خلاص انت مش عاجبك لا كده ولا كده، انا مش هعمل غير اللي يملاه عليا ضميري وهسيب الست دي تقعد تخدم ماما. وبالفعل سبت الست دي مع ماما طول الوقت، بس كنت برجع اوقات فجأة الاقي الست دي مش مهتمية بماما. وساعات انا اسفة في اللفظ كنت بلاقي ماما تعبانة، وكنت بلاقيها عاملة حمام على نفسها. وكمان الست دي كانت بتجيب اولادها مقعداهم معاها في الشقة اللي ماما فيها، وكانوا دايما بياكلوا الاكل بتاع ماما ومخلصين على الاكل بتاع البيت. وفي الوقت ده طردتها طبعا، وفكرت ان انا اجيب واحدة تانية، بس فكرت ان انا اجيب شابة بنت صغيرة لسه ما تكونش مسؤولة عن اي حد وما تكونش متجوزة، وفي الوقت ده هتقدر تاخد بالها من امي وتهتم بيها وتأكلها كويس، لان الاولانية ما كانتش بتأكلها كويس، كانت مخلصة كل الاكل على اولادها. وفعلا دورت على بنت صغيرة في السن، لقيت واحدة عندها 22 سنة 23 سنة، وقلت لها في الوقت ده هتاخدي مرتب كبير وتقعدي مع امي وتهتمي بيها طول الوقت. وفعلا البنت وافقت وقعدت مع ماما وكانت مهتمية بيها جدا جدا لحد ما عدى شهرين 3. لقيتها طبعا مهتمية بيها، بس لحد ما في يوم كنت انا في شقتي فوق واضطريت ان انا انزل على عند ماما اطمن عليها. وفي الوقت ده لقيت واحد غريب مع البنت تحت، طبعا الراجل ده كان عاشقها، وما طلعش اي صلة بينها وبين الراجل ده، لا طلع خطيبها ولا جوزها ولا اي حاجة. وطردتها طبعا في الوقت ده. وطبعا انا قررت ان انا اخدها عندي في البيت في شقتي فوق،
ولحد اما اشوف حد يهتم بيها، وواحدة تكون محترمة تهتم بيها وتاخد بالها منها. وفي الوقت ده كان عندي ولد عنده 3 سنين، وطبعا مراتي كانت معترضة ان امي تطلع تقعد معانا فوق لمدة اسبوع او اسبوعين لحد اما اشوف واحدة تانية كويسة تقعد وتخدمها. لكن انا غصبت عليها وقلت لها يا اما امي تقعد معانا يا اما كل واحد يروح لحاله. في الوقت ده سكتت، بس كانت طبعا متضررة جدا جدا. لكن انا دايما كنت عامل حسابي ان انا اهتم بامي في الوقت اللي انا موجود، والوقت اللي انا مش موجود فيه بس مراتي تهتم بيها. ومراتي كانت معتمدة دايما انها تجيب اكل من بره، وكانت دايما مهملة في نظافة البيت، لانها طبعا كانت متدلعة جدا جدا. وكل يوم باجي من الشغل الاقي ماما حصل لها حاجات غريبة، والاقيها تعبانة جدا جدا. ودايما كنت بلاقي الدموع في عينيها، وكانت والدتي طبعا ما كانتش بتحرك لا ايديها ولا رجليها. معرفش ايه اللي كان حصل لها، وما بقتش بتطبطب عليا ولا كانت سعيدة ابدا. وفي مرة جيت من الشغل لقيت هدوم امي مبلولة جدا، لقيتها طبعا عاملة حمام على نفسها. وطبعا بدأت تتعب ويجيلها سخونية بسبب الهدوم اللي هي فضلت لابساها طول الوقت مبلولة. كانت دايما بتسيب أم مبهدلة، وكانت بتسيب هدومها مبلولة طول الوقت، كانت بتعمل لا مؤاخذة حمام على نفسها. ومكانتش بتهتم بيها ولا بتنضفها ولا بتدخلها حمام ولا حاجة. ولما كلمت مراتي قالت لي انا هعمل لك ايه، يعني انا هشيل هم ابني ولا اشيل هم امك؟ وفي مرة يا جماعة، وهي دي المرة اللي خلتني اركب كاميرا في البيت من غير ما حد يعرف ولا حد يشوفها. ودايما كنت عايز امي تبقى تحت عيني واشوفها بتتعب من ايه. وطبعا رجعت من الشغل مرة لقيت امي تعبانة جدا جدا وعينيها مليانة بالدموع، ولقيت كدمات تحت عينيها. سألت مراتي ايه اللي في امي ده، قالت لي هي وقعت وانا بدخلها الحمام. وطبعا في الوقت ده انا ما صدقتش، لان انا لقيت امي غضبانة جدا جدا وزعلانة، ولقيتها بتودي وشها الناحية التانية. وطبعا بدأت اشك في الوضع ده، وفكرت ان انا اجيب الكاميرا فعلا واركبها من غير حد ما يشوفها، علشان اشوف ايه اللي بيحصل وانا في الشغل وانا مش موجود في البيت. وطبعا يا جماعة جبت الكاميرا وركبتها من غير ما مراتي تعرف. وطبعا لقيت الصدمة الكبيرة اللي ما كنتش اتوقعها ابدا ابدا. لقيت مراتي بتشجع ابني الصغير على انه يضرب جدته وانه يحدفها باي حاجة في ايديه، بالمعلقة بقى باي حاجة موجودة في ايديه، على انه هو بيلعب مثلا، وتعلمه كأنها لعبة وبيضحك على حاجة زي كده. طبعا كان يحدفها بالحاجة ويقعد يضحك عليها. وكانت مراتي مبسوطة طبعا، وكانت بتستهزأ بأمي الكبيرة اللي سنها كبير. يعني مراتي كانت بتستغل ابن الصغير على انه يعمل حاجة كده مع جدته، على انه بيلعب معاها، وكانت دايما بتخليه يحدفها بالالعاب بتاعته. وطبعا انا ما كنتش متخيل ان مراتي تعمل كده. والله العظيم انا كنت مصدوم. ومراتي بتعمل كده مع امي، قلبي وجعني فعلا. انا طبعا كنت عارف انها متدلعة، كانت متدلعة طبعا جدا جدا في بيت اهلها. طبعا ما كانتش تعرف تتكلم مع اي حد ولا تتكلم كلام كويس مع اي حد. لكن عمري ما كنت اتخيل انها تعمل كده مع امي. وكمان شفتها بتكلم امي باسلوب وحش، وبتقول لها امتى ربنا ياخدك علشان استريح منك ومن قرفك، وعلشان الفلوس اللي جوزي بيصرفها عليكي تتوفر لينا. انا مش عارفة اجيب مكياجي ولا حاجتي اللي انا كنت بجيبها الاول، ولا عارفة اهتم بنفسي زي ما كنت بهتم بنفسي الاول. انت يا شيخة معكنين علينا حياتنا، امتى ربنا ياخدك؟ طبعا ما انا كنت بسمع الكلام وانا بعيط، والدموع بتنزل من عينيا، ومش متخيل ان مراتي ممكن تعمل كده وممكن تقول لها الكلام ده. مراتي اللي انا كنت مهتم بيها وبعمل لها كل اللي هي عايزاه تعمل كده مع امي، وتعمل كده في اغلى ما املك في الست اللي اللي تعبت وشقيت علشان انا واخويا. وطبعا في الوقت ده انا طردتها عند اهلها، قلت لها ارتاحي لك شويه وتدلعي براحتك واعملي اللي انت عايزه تعمليه في بيت اهلك شويه، كانك واخده اجازه من شغلك مثلا او واخده اجازه من بيتك. ودلوقتي بفكر ان انا اطلقها، يا ريت تفيدوني انفذ اللي في دماغي، ولا اعمل معاها ايه، ولا ارجعها البيت واسيبها، ولا اعمل معاها ايه بالظبط. طبعا بس انا مش قادر اسيبها في حالها، لانها بهدلت امي بهدله جامده. وطبعا ما كانتش مهتمية بيها خالص وكمان كانت بتشتمها وكانت بتبهدلها وتخلي ابني يضرب جدته بأي حاجة. طبعا كانت بتستهزأ بيها جدا جدا. دلوقتي يا ريت تفيدوني وتقولولي انا اعمل معاها ايه الست دي، انفذ ايه اللي في دماغي ولا اعمل ايه بالظبط.
وطبعا دي كانت قصة النهاردة. يا ريت تفيدوني في التعليقات وتقولوا للراجل ده ممكن يعمل ايه مع مراته اللي عملت معاه كده ومع امه، وضربت امه وبهدلت امه بالشكل ده. يا ريت تفيدوه وتقولوا له رأيكم في التعليقات.